انت فاكر ان اقرب الناس ليك عمرهم ما يأذوك؟ طب ليه اول صدمة بتيجي منهم بتكسرك بالشكل ده؟ ليه بتحس ان الدنيا انتهت لمجرد ان حد كنت واثق فيه خذلك؟ طب ما تبص على سيدنا يوسف عليه السلام. الأذى ما جاش من غريب، ده جه من إخواته، من أقرب ناس ليه. انت بتقول أنا اتخذلت، طب هو ما اتخنش؟ انت زعلان علشان حد بعد عنك، طب هو مش اترمى في بير لوحده؟ انت شايف ان حياتك وقفت عند موقف معين، طب مش هو بدأ من تحت خالص، من ضلمة جب؟ طيب لما الدنيا تديك أمل وبعدين تاخده منك، بتحس بإيه؟ بتحس إن خلاص مفيش فايدة؟ طب وهو لما خرج من الجب واتنقل من مكان لمكان، كان عارف هو رايح فين؟ ولا كان ماشي وهو مش شايف أي حاجة؟ انت ساعات بتقول أنا اتظلمت في حاجة أنا ما عملتهاش. طب وهو لما دخل السجن ظلم، كان إيه ذنبه؟ انت بتقول ليه يا رب؟ طب هو قال ليه؟ ولا سكت وكمل؟ المشكلة إنك بتبص لكل موقف لوحده وبتحكم عليه، إنما القصة كلها ما بتتشافش غير في الآخر. سيدنا يوسف ما كانش شايف النهاية وهو في البير، ولا وهو في السجن، ولا وهو بيتنقل من مكان لمكان، بس كل خطوة كانت بتوصله لخطوة تانية، وكل وجع كان له معنى. فانت بقى ليه عايز تفهم كل حاجة دلوقتي؟ ليه مستعجل تحكم على حياتك وهي لسه ما كملتش؟ ما يمكن اللي انت فيه ده جزء من قصة أكبر انت لسه ما شفتهاش. انت مش واقف، انت في مشهد، والقصة لسه ما خلصتش.